السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر على الخير والبركة. وعايزة أقول لكم اللي بيرضى ربنا بيراضيه والله، وأنا ربنا رضاني رضيت، فربنا رضاني. ربنا يرضيكم جميعا بكل خير. هتقولي لي رضيتي بايه؟ طب تعالوا بس كده بنوزن السمنه ونصلي على حضره سيدنا النبي وتحطي لي لايك، وهقول لك إيه اللي حصل بالظبط. هقول لك على كل حاجه، كل شيء انكشف ويبان. بس بصي بقى، بسم الله ما شاء الله، انا الخير ده قدامي كده بالنسبه لي حاجه تانية. صلينا على النبي، صلينا على النبي. طيب. معايا هنا صفيحة من الكريمة الزبدة أو القشطة زي ما بيقولوا، بس هي بتبقى اسمها في المصانع كريمة. دي لقيت بقى حبيبتي زميلتي حورية كانت عاملة فيديو، فدخلت لها بصراحة، قلت لها يا حورية جايبة منين الكريمة دي؟ وصفت لي بقى الست اللي هي جايبة منها، فقلت ايه هجيبها استخدمها واعمل منها حبة برضو لرمضان. بصوا هي ما شاء الله هي جميلة. هي طلعت، هقول لكم الصفيحة دي حوالي 15 كيلو. هتشوفوا معايا دلوقتي طلعت قد ايه من الزبدة. دي يا بنات بتبقى اللي هي المصانع اللي بتعمل اللبن الخالي الدسم. بتفصل بسم الله الرحمن الرحيم. القشطة في ناحية، او الكريمة بتاعت القشطة في ناحية، واللبن بتطلعه اللي هو الخالي الدسم. فبيطلعوا دي بقى كده بالصفايح. بسم الله ما شاء الله. يعني هنا اول حاجه، اول ما جبتها طبعا كان جاياني سايحه خالص، حطيتها في الفريزر اتمسكت كده بتاع ساعه ولا حاجه. طلعتها على قد ما مسكت ايدي تقدر يعني عشان ما تتلكش قوي. وحطيت كده، بقيت عاملها حبه بحبه. اول حبه كده عملتهم يدوي على ايديا زي ما انتم شايفين كده. هي بتاخدش في ايديكي لفه كده 5 دقايق، وتبص تلاقي ايه، خلاص كبت الميه. هتشوفوا اللبن بتاعها او الخض بتاعها اللي هيطلع دلوقتي. هنلف كده القشطه بتاعتنا دي، نلف ونلف بينا يا دنيا. مرجحي لها ما تمرجحيناش، كفايه انا مرجحه لحد كده. وهحكي لكم دلوقتي ايه اللي حصل مع الست بتاعت اللبن اللي غشتني. عشان بس الناس لقيت لي في الكمبوست هنا بقى الزبده فصلت لوحدها والميه لوحدها اهي. اللهم بارك. انا بقى بحب الريحه دي. يعني انا السنه دي ربنا ما وفقنيش ان انا لما جبت اللبن غيرت الست اللي انا كنت بجيب منها ام مجدي حبيبتي. والناس اللي سالتني على ام مجدي، ام مجدي دي باخد منها اللبن اللي بعمل بيه ال- القشطه والجبنه القريش والحاجات دي. وطبعا هجيب منها برضو لان انا عايزه شويه جبنه قريش نعمل شويه مش مع بعضينا. تعالوا هنا بس كده نكور الزبده ونشوف هتطلع معانا قد ايه. وطبعا انا عشان ايديا تعباني والكل عارف كده، فهشتغل حبه بايدي وحبه دلوقتي هتشوفوهم همشيها ازاي. تمام، لان بسم الله ما شاء الله مش هقدر اعمل 15 كيلو يعني على ايديا. يعني انا مش بطله قوي كده، انا دراعاتي على الله حكايتها يعني. اما الست بقى اللي غشتني، الناس كلها كتبت لي لازم تقول لنا اسمها. ما هي بصوا انا ما بحبش اقطع رزق حد. هي منها لله. واولا ردها عليا، بصوا هنا كنت بوريكم الزبده من جوه. على فكره الزبده دي مش جاموسي صافي، دي مخلطه جاموسي على بقري تقريبا. لان انا لما سيحتها كانت صفرة قوي وطعمها مدي ده على ده. بس هي طعمها حلو جدا وما شاء الله كانت ريحتها مفحفحه وكده. وانا بسيحها وهسيحها معاكم كمان دلوقتي. قلت بقى ايديا وجعاني يا بنتي يا ليلى، اديكي وجعاكي. لا اخش بقى ايه على العجان على طول. حطيت كده، بقيت احط في العجان، ما بتاخدش دقيقه لفه في العجان. وعايزه اقول لك يا حرحر يا فوزيه، تسلم ايدك يا فوزيه. تسلم ايدك يا فوزيه والله. عايزه اقول لكم بصراحه ما اتاخرتش. اول ما قلت لها انا عايزه زي دي قالت لي بصوا ما خدتش، بصوا لفه واحده في قلب العجان وتلاقيها بقى فصلت الزبده عن الخض بتاعها. والخض ده ما يترميش، الخض ده بقى كنز في قلب البيت. هنعمل بيه عمايل ما اقولكوش، هعمل لكم بيه عمايل ما اقولكوش بقى. عمايل وهسوي الهوايل يا بنات. تمام. بقيت احط كده حبه بحبه في العجان. يعني احط حوالي مقدار مثلا ايه 2 3 كيلو في العجان واضربهم، 2 3 كيلو في العجان واضربهم بايديا كده. بقول لكم ايه، البلدي يوكل يا بنات. يعني كده كنت هنا كنت بجرب بعمل حبه صغيرين، قلت اشوفها هتاخد بسرعه ولا لا. بس لما لقيتها كتير احلى. لان الضربه ما هتضربي كذا مره غير ما هتضربي كله مره واحده. الست بقى بتاع اللي قلتوا لي لازم تعرفين اسمها، هم اساسا معدودين. اللي مش عايزه اقول اسمها لانها برضو بتبيع منتجات تانية نظيفه. يعني انا باخد منها بط ووز وحاجات كده. بس انا طبعا مش هاخد منها بعد ما غشتني كده. لان انا لما كلمتها يعني، وهي انا عارفه انها متابعاني، وولادها بناتها متابعيني وكلهم متابعيني. عايزه اقول لكم ردها كان سخيف سخيف. يعني لما بقول لها لقيتها بتقول لي اللي غشك عليه ربنا.
مش مثلا لا حقك عليا، لا مش عارفه ايه، مفيش الكلام ده. وانا عارفه ان كل لو كنت نزلت وقلت طالبت بفلوسي، صدقوني مش هتخلصي، مش هتخلصي. فانا ربنا عوضني الحمد لله بالزبده دي، وشلتها بقى كده. عايزه اقول لكم ما سيحتش منها، مش هسيح منها معاكم دلوقتي الا 2 كيلو بس، والباقي ده كله هشيله لرمضان. طلعت قد ايه يا ليلى الصفيحه ال 15 كيلو دي؟ طلعت لي 9 كيلو بالظبط لبن، 9 كيلو ونص بالظبط، عشان بس ابقى ايه، 9 كيلو ونص. دي 4 كيلو، دي 4 كيلو، والصوابع دي طلعت كيلو ونص. واللبن الخض ده طلع 5 كيلو، طلعت 5 كيلو لبن خض. هنا كنت باخد حته، لقيت حته زبده كده، فكرتني بامي بقى اما كانت تدهن ايديها من الزبده زمان. بقى كان الخير خير. ده امي عايزه اقول لكم كانت بتدهن لنا زمان شعرنا بالزبده والله. الله يرحمهم بقى. كانت تقول لنا اعملي حمام زبده لشعرك يتقل وينعم ويبقى زي الحرير. تعالوا هنا بقى نسيحها. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. بس هي عجبتني بصراحة، ريحتها كانت حلوة قوي قوي بصراحة. إيه، هنا حطيتها هنا كده. انا بحب اسيح الزبدة على نار هادية. الناس اللي بتسألني بتقولي الزبدة بتغمقي معايا، الزبدة بتتحرق معايا. حبيبتي ما هي بتغمق يعني اتحرقت، اتحرقت يعني انت معلية عليها النار. لا انت وطي عليها النار جدا، ملناش دعوة خالص بالباب اللي خبط ده. تمام. انت بتحطيها على نار هاديه، هي بتفور فورتين، الزبده بتفور فورتين. اول فوره كده بتلاقيها كده، وادي كده دي تاني فوره بتبقى بسيطه صغيره خالص. دي كده يعتبر هتفوره اهي، تاني فور خلاص كده. وبقت زبده وريحتها حلوه قوي. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. ما شاء الله عليها، جميله جميله جميله. بس وشلت بقى الباقي حطيته في قلب اكياس، ومش هسيحه معاكم. ان عشت وكان ليا اجل على الدنيا باذنك يا رب اسيحه معاكم قبل رمضان بيوم. انا احب كده قبل رمضان بيوم اقف اسيح سمنتي، تمام، عشان تبقى جاهزه لرمضان. وينعاد عليا وعليكم كل الايام بخير، وربنا بيعوضك. اي حاجه بتتضري فيها صدقيني ربنا بيعوضك عليها. يعني انا بالنسبه لي شويه الزبده دول عوضوني، فده عوض ربنا ليا والله العظيم. يعني ريحتها حلوه وجميله والهم. وخلاص كده سيحت زبدتي معاكم، واشوفكم في فيديو جديد. وتحياتي ليلى النجار، والسلام عليكم.